السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلمى حسن، أخصائية نفسية وباحثة ماجستير في علم النفس الإكلينيكي. النهاردة جايين نتكلم عن الزواج. بما إن موسم الزواج والخطوبات والأفراح شغال، فأنا حابة أقول ملحوظة كده: الزواج مش عرض ولا خطوات المفروض نعملها ونخلص منها كده وإجراءات المفروض تخلص خالص. مش أول ما اتخرج أقول يلا أتجوز زي الناس اللي بتعمل كده هناك دي، ولا يلا اتخطب ولا ليه ما اتخطبتش. مفيش معيار للكلام ده. الزواج حياة وأسرة وأطفال ومسؤوليات وحاجات كتير وتفاصيل كتير جدا، ولازم نحط في اعتبارنا إن أكتر حاجة بتأذي الشخص نفسيا هو إنه يدخل في علاقة مش مناسبة ليه، فيها استنزاف، فيها ضغط، فيها صراع يومي، فيها احتياجات غير ملبية. ولازم تكون بتعرف تفرق ما بين الاحتياجات الأساسية والاحتياجات اللي ناتجة عن جروح قديمة أو أسلوب أو طريقة أنا عشت بيها قبل كده أو اتأثرت بيها في طفولتي قبل كده. فما ينفعش ندخل في علاقة مش مناسبة لمجرد أن أنا شايف المفروض أعمل كده دلوقتي أو ده اللي لازم يتعمل. مفيش حاجة اسمها لازم. مش معنى ان الزواج سنة الحياة فاحنا نتمسك بيه بأي طريقة او بأي شكل ايا كان هو ايه، لان ببساطة لا تجتمع مفسدتان. يعني لو عدم الزواج مفسدة فهو الزواج من شخص غير مناسب مفسدة اكبر، وخسائرها بتاخد من العمر والراحة كتير، وفي حاجات كتير بتحصل ومش بنعرف نعوضها. نقطة بقى للبنات خصيصا، يعني الشخص اللي بيشتغل ومعاه شقة وبيصلي مش فرصة ما تتعوضش خالص. احنا مسلمين فكلنا بنصلي، فده مش اوبشن. هو عريس مناسب ماديا وبس، عنده الاساسيات للخطوة ماديا بس. مش معنى ان مفيش قبول يبقى هو فرصة ما تتعوضش وازاي انا هستخسره فمش هقوله لا. الفرصة المناسبة هي معايير واحتياجات وقيم وحاجات كتير قوي هنتعلمها مع بعض. الزواج الغلط مش زواج من شخص سيء، لان في الحقيقة مفيش شخص سيء بالفطرة. يعني الزواج الغلط هو زواج من شخص مش مناسب لقيمك ومعاييرك وأهدافك وحالتك الفكرية والاجتماعية والعقلية. الزواج الغلط مش زواج من شخص سيء، لا، هو اختيار غير موفق من شخص مش مناسب لا لمعاييري ولا لقيمي ولا لأهدافي ولا لشخصيتي ولا لتفكيري، لكنه على فكرة مناسب لحد تاني عادي جدا. طب ازاي اعرف احدد المعايير والقيم والاهداف اللي بناء عليها اختار حد مناسب؟ انا عملته في كورس مصغر عن اختيار شريك الحياة. بنتكلم فيه يعني ايه علاقة، بنتكلم فيه عن ايه هي العلاقة وانواع العلاقة، كمان بنحدد فيه القيم بتاعتنا والمعايير اللي على اساسها هنختار شريك الحياة بتاعنا. كمان بنتكلم فيه عن مهارات نفسية، ازاي نطلب احتياجاتنا بشكل موضوعي ومنطقي، وكمان بشكل سوفت، لان انت ممكن تكون موضوعي وممكن تكون منطقي بس مش عندك اللين واللطف، مش بتعرف تطلب ده بشكل لطيف، وده محتاج تعلم ومحتاج تدريب كتير، محتاج كمان ارشادات كتير، ومحتاج منتور ليك في حياتك. لو حد حابب يشترك في الكورس الرقم مكتوب على الشاشة ويبعت واتساب وهنرد عليه في أسرع وقت ممكن. الكورس عبارة عن 4 جلسات لايف مش مصور، يعني أنا هكون معاك خطوة بخطوة هنتعلم فيها كل الحاجات اللي المفروض نتعلمها. كمان حاجة مهمة، الكورس حاليا عليه خصم خاص للمجموعات وخصم فردي، فاللي حابب يحضر في المجموعة هيحضر، واللي حابب يحضر فردي يحضر براحته. الكورس ديني ثم ديني ثم ديني وعملي وعلمي. كان معاكم سلمى حسن، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.